في وقت كده يجي عليك بتحس إن كل صوت بيضايقك، ومع كل مكالمة بتتقل، ومع كل قعدة بتحس إنها بدأت تسحب منك طاقتك. وده مش معناه إنك اتغيرت، بس يمكن خلاص حسيت بملل. فليه بيحصل كل ده بقى؟ وليه فجأة بتحس إنك مش طايق الناس؟ فده بقى الموضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. فعايزك بقى تعمل حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين إن احنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. في واحد صاحبي كان دايما مركز التقاء الناس، اللي بيضحك في القعدة يعني، واللي كل الناس بتحكي له كل حاجة. بس فجأة كده في وقت بدأ يختفي، يعتذر عن الخروجات ويرد متأخر ويسيب الرسايل وما يقراهاش. الناس ساعتها قالت ده اتغير أو اتبدل ومبقاش صاحبنا اللي نعرفه. بس الحقيقة إن هو كان مرهق اجتماعيا، مش عايز يسمع مشاكل الناس ومش قادر يشيل نفسه أصلا. فأوقات الانسحاب مش ضعف خالص، دي طريقة جسمك اللي بيقولك إنك محتاج ترتاح. وعلم النفس بيقول إن الإجهاد الاجتماعي بيحصل لما تدي طاقتك للناس أكتر ما تسيب منها لنفسك، زي البطارية كده بالظبط، تشحن الكل بس محدش بيفكر يشحنها. وساعتها كل تفاعل بيبقى مرهق حتى لو مع الناس اللي بتحبهم. فاللي بيحب بزيادة محتاج يتعلم يحب نفسه بنفس القدر بالظبط. وعارف لما تبقى راجع من الشغل او الجامعه وساعتها حد يقولك تعالى نخرج، وانت من جواك اصلا بتقول انا نفسي بس مش قادر، مش عشان زهقت من الناس، بس فعلا لانك محتاج تكون مع نفسك شويه. في فرق ما بين الوحده اللي بتوجعك والعزله اللي بتريحك. فساعات اللي بينقذك هو انك تسيب الدنيا تهدى، مش انك تهديها غصب. بس خد بالك، اوقات الاحساس انك مش طايق الناس ده بيخبي وراه حاجه تانية خالص. يمكن انت مش متضايق من الناس اصلا، وانك متضايق من نفسك ومن الضغط ومن الإحباط من حاجة كنت مستنيها وما جاتش. وساعتها بتفكر إن الحل إنك تبعد، لكن الحقيقة إن الحل مش إنك تبعد خالص، الحل إنك تصالح نفسك الأول. ولازم تبقى عارف إن الراحة مش دايما في البعد، ساعات بتبدأ من جواك أنت. ففي الآخر لما تحس إنك مش طايق الناس، جرب تبص على اللي جواك مش اللي حواليك. خد مساحتك وارجع وقت ما تكون مستعد، لأنك مش مطالب تدي طاقة وانت فاضي. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية الفيديو. واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.